دكتور عبد الرحمن مش هيديني يوم فري؟ وانا شكلي هفضل طول عمري على دايت ولا ايه؟ اه يا صديقي، مش رخام عليك. دي عشان هو مفيش حد بيوصل للصح عن طريق انه يقطعه بغلط. علشان انت ليك هدف، الهدف بتاعك ممكن يكون متفاوت ما بين انك تخسر ميزان او انك تعمل شيب كويس او انك تزيد ميزان وبرضه تعمل شيب كويس، وبالتالي انت ماشي في النسق المظبوط وفي المنظومه الصحيحه بلا اي انقطاع. وتعال اديك مثل تقليدي جدا بقوله لكل العملاء اللي بيجوني في العياده: انت ما بتصليش 6 ايام وتيجي عند اليوم السابع وتوقف صلاه، تقول عشان اخد ريست او اعمل حاجه تعمل بريك عشان يبقى عندي الحافز ان اكمل صلاه. انت ما بتمشيش كل يوم الطريق الصح وتيجي في اليوم السابع مثلا او في اليوم الاخير في الاسبوع تروح تمشي من طريق غلط. مفيش حاجه اسمها ان اقطع الصح واعمل حاجه غلط، ان اخد يوم فري علشان انا كده بكافئ جسمي او بكافئ نفسي ان انا بقالي فتره ماشي صح. انت ماشي صح علشان مطلوب انك تمشي صح، انت ماشي صح عشان ليك جول، ليك تارجت. الفكره بقى والشطاره انك تخلي الجول والتارجت ده تريجر او محفز ليك دايما انك تستمر على المنظومه. وشطارتنا احنا ان نديك منظومه قابله للتنفيذ. ما انا ممكن النهارده اجي اعمل لك بروجرام تغذيه تلاقي ان انت ما شاء الله خسيت ال 10000 كيلو او زدت ال 10000 كيلو اللي عايز تزيدهم او تخسهم في ظرف فتره معينه. هيحصل ايه بعدها؟ ولا حاجه، هتستمر. لانك لو عكست المنظومه في اي وقت هتبدا يا اما تخسر تاني من ميزانك يا اما تكسب تاني ويبقى بتعمل ريفرس او بتعكس كل اللي انت عملته. وبالتالي يا صديقي هتفضل على الدايت طول عمرك. يا صديقي مفيش حاجه اسمها فري، بس في شرط: لو انت عايز دايما تسعى على نتيجه كويسه. بص، انا مش بعاقب حد ومش رقيب على حد، بس انت النهارده لو طالب طول الوقت ان انت تبقى ان جود شيب يبقى لازم تمشي كده. لو انت بتتقبل انك تطلع من المنظومه عادي، ان انت شكلك يبقى وحش فتره، ان انت ما تبقاش في احسن شكل طول الوقت، حقك. خد الفري، اطلع من النيوتريشن بلان فتره وارجع تاني. انت الرقيب الاول والاخير على نفسك وانت المحدد الاول والاخير لهدفك. وبالتالي يا صديقي انت هتفضل طول الوقت على دايت طول ما انت بتفكر في شكلك بشكل كويس وصحتك بشكل كويس. يا صديقي مفيش حاجه اسمها ناخد يوم فري، لا عشان تبوظ بقى كميه جسمك ولا عشان انت مش عارف تلخبط دماغك ولا عشان تصدم جسمك ولا كل الاونطه اللي بتتقالك من الناس اللي في الماركت دي. الصح صح والغلط غلط، وانت علشان توصل دايما وتفضل على التراك بتاع الصح مستحيل توصل للغلط وترجع له تاني وتقول انا ماشي صح. بس